رافعين قضيه على ايه؟ انا ووالدي بنتخانق. يعني انتوا رافعين قضيه على ايه؟ انا مثلا انا بكلم بنتي. سوزي الأردنية معرضة للحبس، احتمال تقضي شهر وربما سنين، كل ده بسبب المحتوى اللي نشرته على صفحاتها على السوشيال ميديا، والأهم الكلام اللي قالته على والدها. ايه بالظبط اللي بيحصل مع سوزي الأردنية؟ وايه اللي قالته على والدها بالظبط؟ وايه مصيرها؟ وهل هي هربانة؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. الأيام دي من أصعب الأيام على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية. سوزي بقالها كام يوم بتمر بظروف صعبة جدا، صعبة عليها وعلى أهلها وكل محبيها كمان. سوزي الأردنية يا دوب لسه امبارح كانت بتتكلم على المواقف السيئة اللي حصلت بينها وبين والدها، والنهارده بقى تم إصدار قرار بالقبض عليها. اللي حصل بالظبط إن في محامي شهير اسمه أيمن محفوظ، وهو ده اللي بلغ عن سوزي الأردنية. المحامي قال إن سوزي متهمة بهدم قيم الأسرة المصرية عبر نشرها كلام سيء على صفحاتها، وده أمر لا يمكن التهاون فيه أبدا. تاني اتهامها بيه المحامي كان إن سوزي بتقول ألفاظ لا تليق بالشعب المصري، بتقولها على حسابها على التيك توك. الألفاظ دي لو سمعها الأولاد الصغار والبنات وقلدوها هتكون مشكلة كبيرة عند الجيل اللي طالع كله. المحامي أيمن محفوظ مستحلف حرفيا لسوزي الأردنية بعد ما سمع الفيديوهات بتاعتها. أيمن محفوظ سمع تقريبا كل الفيديوهات اللي نشرتها سوزي على صفحاتها، سمعها قبل ما يقدم البلاغ فيها ويشتكيها. الراجل برضه كان عايز يتأكد إنه مش ظالمها ولا إن في حاجة تانية مخليها تعمل كده. الفكرة إن في البلاغ اللي قدمه أيمن محفوظ المحامي قال إن والد سوزي نفسه متأثر من اللي هي بتعمله. على كلام المحامي فسوزي الأردنية أخطأت حتى في والدها نفسه، قالت في حقه لفظ خارج وتعاملت معاه بطريقة لا تليق بين الأب وبنته. وانتوا فاكرين طبعا المشكلة الكبيرة اللي كانت بين سوزي الأردنية ووالدها. سوزي الأردنية كمان اتهمت والدها إنه أخد منها 50,000 جنيه ورفض يرجعهم ليها. البلوجر سوزي طلعت في أكتر من فيديو على حسابها على تيك توك وحكت كواليس اللي حصل. حكت إن والدها أخد منها 50,000 جنيه من فترة، ولما هي احتاجت الفلوس دي وطلبتها منه كان رد عليها إنه اتصرف في الفلوس ومش معاه حاليا. سوزي اكتشفت بعد كده إن الفلوس لما أخدها منها والدها اداها لعمتها على سبيل السلف، بس الله أعلم السلف ده هيرجع ولا لأ، وإن رجع فهيرجع إمتى، وهل والدها هيدي الفلوس فعلا لسوزي، خصوصا بعد ما هي حكت كل الحكاية دي على صفحاتها على السوشيال ميديا. وكمان قالت في حقه كلام لا يصح إطلاقا، جابت سيرته بطريقة مش كويسة خالص وشبه اتهمته إن نهب منها فلوسها. وكمان قالت عليه إنه مش بيصرف عليها نهائي، وإنها من فترة كبيرة هي اللي بتصرف على نفسها رغم إنها لسه صغيرة ومسؤولة منه زيها زي أي بنت مصرية ما مسؤولة من والدها. المهم إن الاتنين ظهروا دلوقتي في فيديو جديد على صفحتها وبيقولوا بعد كل اللي حصل ده إنهم مسامحين بعض، وده موقف بين الأب وبنته وعادي يعني لما يحصل محدش ليه إنه يتدخل فيه. لحد هنا ونكون عرفنا كل حكاية سوزي الأردنية من أول الفيديوهات اللي جابت فيها سيرة والدها وحكاية ال50,000 جنيه اللي أخدهم منها، لكن محدش عارف هل هي هربانة ولا هيتم القبض عليها. هل سوزي كانت تستحق يتقدم فيها بلاغ فعلا ولا لأ؟ في انتظار رأيكم في القصة دي.